السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله كتير. النهارده نعمل بقى حاجة حلوة كده مع بعضينا. هنا معايا في الحلة دي حاطة فيها سمنة والسمنة سخنت، نزلنا بنص كيلو من الشعرية. اللي بتقلبها لي دي اخت جوزي. حبايب قلبي ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا خلاص حمرناها، هننزل فيها دلوقتي بمعلقة جوز الهند، هنقلبها معاها كده مع الشعرية. وبعديها حطيت بقى السكر اهو. هقلبهم قلبتين كده وخلاص يعني. فهنزل بقى عليهم بمية سخنة. على فكرة هي ما ينفعش تتحمر بزيت على فكرة، علشان اللي بيحليها السمنة، يعني السمنة بتديها طعم. انا بأمانة يعني هو سمنة على زيت. هنا بقى كده خلاص كانت قلبت، انا اللي بقلبها اهو. طبعا انتوا عارفين ان انا الفيديوهات دي يعني هنعملها، اللي بنعملها مع بعض الايام دي ايدي الشمال بس بصراحة، عشان ايدي اليمين تعبانة شوية، عاملة فيها عملية وكده. انا خلاص بقى كانت استوت وهي لسه سخنة. اول ما اطفي اروح مفضيها في الصينية على طول، زي ما انتوا شايفينها كده. فضيتها في الصينية على طول، واحاول اسوي الوش بتاع الصينية. طبعا جوز الهند اللي معايا ده هرش بيه كده على وش الصينية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللي هيعرف دي كانت بتتعمل امتى، احنا عندنا هنا في البلد، او بمعنى صح كان اغلبية الناس زمان يعني كانوا بيعملوها في الافراح. طبعا دلوقتي طلعوا اصناف حلويات كتير وانواع كتير، فخلاص دي اتنست بقى خلاص. بس انا بصراحة بحب اعملها يعني ونفسي بتروح ليها فبروح عاملاها. انا طبعا دي كمية خلال انا اللي بقيتها يعني علشان ناكلها كده. ما شاء الله شايفين لونها ذهبي جميلة. وطعمها كان السكر ده طبعا حسب الرغبة يعني. وحطيت فيها بالمناسبة فانيليا كمان. بس مش عارفة هي ما جاتش هنا، مش يعني مش شايفة. هنا طبعا خلاص كانت بردت، كان تحطها في التلاجة. وهنا بقى هخرطها واوريها لكم. يا رب الفيديو ينال اعجابكم حبايب قلبي. ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. وبتمنى من حبايب قلبي اللي بيشوفوني يكملوا يعني الفيديو للاخر، وكمان الاعلانات برضو واللايكات يا حبايب قلبي عشان بترفع من الفيديو. هنا كده خلاص حطيتها اهي في الطبق. شايفين ما شاء الله والله كانت طعمها جميل يعني. وكمان المعلقه جوز الهند اللي انا حطيتها، جوز الهند اللي انا حطيته وانا بقلبها كده قبل ما احط الشوربه ليها، والله كان مخليها طعمه جميل. يعني تحس ان هي حاجه كده مش شهريه خالص بصراحه. يلا يا حبايب قلبي بقى اسيبكم في رعايه الله. ما تنساش اللايك. مع السلامه. مع السلامه.